صباح الخير. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب فن اللامبالاة، ودي الحلقة رقم 14 الفصل الخامس. بس قبل ما نبدأ مع بعض قراية حابة انوه ان انتوا لو ما سمعتوش الحلقة رقم 13 المرة دي بقى بجد مش هتفهموا اي حاجة عن حلقة النهاردة، لان مفيش عنوان جانبي. يعني هو انا خلصت جزء من الصفح وقفلت الحلقة، الكلام اللي وراها بيكمل الحلقة اللي فاتت، يعني هو مفيش اي فاصل ما بينهم. ففعلا انتوا حتى محتاجين تسمعوا اخر الحلقة اللي فاتت مع انها هي اصلا تلت ساعة، فيعني يستحسن تسمعوا كلها عشان تفهموا الفصل الخامس من بدايته بيتكلم عن ايه. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. ها لكم طريقة للتمييز بين الفكرتين. اللائمة شيء في الماضي، والمسؤولية فعل حاضر. اللائمة ناتجة عن خيارات قد اتخذت بالفعل، والمسؤولية ناتجة عن خيارات تتخذها أنت الآن. في كل ثانية من حياتك أنت تختار أن تقرأ هذا، وأنت تختار أن تفكر في نتائجه، ثم أنت الذي يختار أن يقبل تلك النتائج أو يرفضها. قد تكون اللائمة واقعة علي في إنك ترى هذه الأفكار عرجاء، إنها أفكاري وأنا الملوم عما فيها من عرج، لكنك أنت المسؤول عن الاستنتاجات التي تخرج بها بعد القراءة. أنت لست ملوما على إنني اخترت أن أكتب هذه الجملة، لكنك تظل مسؤولا عن اختيارك أن تقرأها أو أن لا تقرأها. هنالك فارق بين لوم شخص آخر على وضعك وبين أن يكون ذلك الشخص مسؤولا مسؤولية فعلية عن التعامل مع ذلك الوضع. لا أحد غيرك أبدا مسؤول عن وضعك. قد تقع اللائمة على أشخاص كثيرين في إنك غير سعيد، لكن ما من أحد مسؤول عن عدم سعادتك إلا أنت. هذا لأنك أنت الذي يستطيع دائما أن يختار كيف ينظر إلى الأمور وكيف يستجيب لها وكيف يقيمها. إن عليك دائما أن تختار المقياس الذي تقيس به تجاربك. لقد أقدمت أول صديقة لي على التخلي عني بطريقة مشهودة، كانت تخونني مع معلمها، وكان هذا شيئا مريعا. أعني بكلمة مريعا أن إحساسي به كان يشبه ما أحسه لو تلقيت 250 لكمة في بطني. وحتى تزداد الأمور سوءا، كانت صديقتي تلك سريعة في تركي والذهاب إليه عندما واجهتها بالأمر. لم تتردد، بل ألقت ب3 سنين عشناها معا من غير أن تهتم بالأمر أبدا. أمضيت بعد ذلك شهورا من تعاسة جديدة، وكان هذا أمرا متوقعا، لكني اعتبرتها أيضا مسؤولة عن تعاستي، وهو ما لم يؤدي إلى أي نتيجة على الإطلاق صدقوني، بل إنه جعلني أكثر تعاسة. أرأيتم؟ لم أكن قادرا على التحكم بها، كانت خارج سيطرتي. اتصلت بها مرات كثيرة وصرخت عليها كثيرا ورجوتها أن تعود إلي، أو كنت أقوم بزيارتها مفاجأة إلى بيتها، أو أفعل غير ذلك من الأشياء السخيفة التافهة التي يفعلها من هم في مثل حالتي، لكني لم أستطع أبدا أن أتحكم بانفعالاتها أو بأفعالها في نهاية المطاف. ومع أن اللائمة تقع عليها فيما كنت أحس وأعيشه، إلا إنها لم تكن مسؤولة عنه أبدا. أنا الذي كنت مسؤولا. وفي وقت ما بعد القدر الكافي من الدموع والكحول بدأ تفكيري يتخذ وجهة أخرى، وبدأت أفهم أن من مسؤوليتي أنا الآن أن أجعل نفسي سعيدا من جديد، رغم أنها فعلت بي شيئا فظيعا، ورغم أنني ألومها على ما فعلته. لم يكن متوقعا أن تظهر تلك المرأة فجأة وتصلح الأمور من أجلي. كان علي إصلاح حياتي بنفسي. عندما بدأت أفكر هكذا حدثت لي بضعة أمور. الأمر الأول
هو إنني بدأت أطور من نفسي، بدأت أمارس التمرينات الرياضية وأمضي مزيدا من الوقت مع أصدقائي الذين كنت قد أهملتهم، وبدأت أتعمد أن ألتقي بناس جدد. قمت برحلة دراسية طويلة إلى الخارج وأديت بعض العمل التطوعي، وشيئا فشيئا بدأت أحس أنني صرت في حالة أفضل. لا أزال أكره صديقتي السابقة تلك بسبب ما فعلته بي، لكني على الأقل صرت أتحمل المسؤولية عن انفعالاتي ومشاعري، ومن خلال فعل هذا كنت أختار قيما أفضل، كنت أختار قيما متجهة إلى الاهتمام بنفسي وإلى معرفة المزيد عن نفسي، بدلا من أن تكون متجهة إلى محاولة جعل صديقتي السابقة تصلح ما أفسدته. بالمناسبة، من المحتمل تماما أن تكون قصة اعتبارها مسؤولة عن مشاعري وانفعالاتي كلها جزءا من السبب الذي جعلها تتركني. سوف أستفيض في الحديث عن هذه النقطة بعد فصلين. وبعد نحو سنة من ذلك بدأ شيء غريب يحدث. صرت ألاحظ عندما أتذكر علاقتنا وأعيد النظر فيها أن تلك العلاقة كانت تعاني مشكلات لم ألاحظها أبدا من قبل، مشكلات أنا من تقع عليه اللائمة فيها، وأنا من كان قادرا على فعل شيء ما لحلها. وبدأت أدرك أنني لم أكن صديقا جيدا لها، وأن الناس لا يخون أحدهم الآخر من غير سبب. لا يفعل أحد ذلك بشريكه إلا إذا كان غير سعيد معه نتيجة أمر ما. لست أقول إن هذا مبرر لما فعلته صديقتي السابقة، ليس الأمر هكذا على الإطلاق، لكن إدراكي أخطائي ساعدني على إدراك أنني لم أكن ضحية بريئة تماما مثل ما كنت أظن من قبل. أدركت أنه كان لي دور في تمكين علاقة فاشلة من الاستمرار ذلك الزمن الطويل كله. ففي آخر المطاف غالبا ما تكون القيم لدى طرفي العلاقة متماثلة، فإذا كنت على علاقة مع شخص يحمل قيما سيئة واستمرت العلاقة ذلك الزمن كله، فما الذي يقول هذا عني وعن قيمي؟ لقد تعلمت بطريقة مؤلمة إنه إذا كان الطرف الآخر في العلاقة أنانيا، وإذا كان يفعل أشياء مؤلمة، فمن المحتمل كثيرا أن تكون أنت مثله، لكنك لا تدرك هذا. صرت قادرا عندما أسترجع الأمر كله على النظر إلى الماضي ورؤية إشارات الإنذار في شخصية صديقتي السابقة، وإشارات كنت أختار تجاهلها أو التغاضي عنها عندما أكون معها أنا الملوم في هذا. صرت قادرا على النظر إلى الماضي ورؤية أنني لم أكن الصديق المناسب لها تماما، والحقيقة أنني كنت باردا في أوقات كثيرة وكنت متكبرا تجاهها، وفي أوقات أخرى كنت أعتبر وجودها معي تحصيل حاصل فأصرخ عليها وأزعجها كثيرا. أنا الملوم في هذه الأشياء أيضا. هل يمكن اعتبار أغلاطي تبريرا لغلطتها؟ لا، لكني تحملت مسؤولية عدم تكرار هذه الأغلاط مرة أخرى وعدم تجاهل تلك الإشارات مرة أخرى، وذلك حتى أساهم في ضمان ألا أعاني النتائج نفسها من جديد. وجعلت من مسؤوليتي أن أبذل أقصى جهدي لجعل أي علاقة لي مع النساء في المستقبل أفضل بكثير. يسعدني القول إنني نجحت في هذا. لم يحدث بعدها أن خانتني امرأة وتركتني، ولم يحدث بعدها أن تلقيت 253 لكمة في بطني. لقد تحملت المسؤولية عن مشكلاتي وطورت نفسي فيما يتصل بهذه المشكلات. تحملت المسؤولية عن دوري في تلك العلاقة غير الصحية وطورت نفسي من أجل علاقات أتت بعدها. هل تعرفون، رغم أن هجران صديقتي السابقة كان من أكثر التجارب التي مرت بي إيلاما، إلا أنها كانت أيضا واحدة من أكثرها أهمية وأثرا في حياتي، وأنا مدين لتلك التجربة بالفضل في إطلاق
عملية تطور ونمو شخصي كبيرة الأهمية. تعلمت من تلك المشكلة وحدها أكثر بكثير مما تعلمته من 10 حالات نجاح متجمعة معا. نحن جميعا نحب أن نتحمل المسؤولية عن النجاح والسعادة، بل إننا نتنافس على الظهور بمظهر المسؤولين عن النجاح والسعادة، لكن تحمل المسؤولية عن مشكلتنا أمر أكثر أهمية بكثير، لأن ذلك هو المكان الذي يأتي منه التعلم الحقيقي، إنه المكان الذي يأتي منه التحسن الحقيقي، والذي يأتي منه التطور الحقيقي في الحياة. أما عندما نكتفي بإلقاء اللوم على الآخرين فإننا لا نفعل أكثر من إلام أنفسنا. عنوان جانبي بعنوان الاستجابة للمأساة. لكن ماذا عن الأحداث الفظيعة حقا؟ يستطيع أشخاص كثر أن يبدأوا تحمل المسؤولية عن مشكلات متعلقة بالعمل، أو ربما عن الإفراط في مشاهدة التلفزيون، بينما يجب أن يلعبوا مع أطفالهم أو ينصرفوا إلى إنتاج شيء مفيد ما. وأما عندما يصل الأمر إلى أحداث مأساوية مخيفة فإنهم يجذبون حبل الإنذار في قطار المسؤولية، ثم ينزلون من القطار عندما يتوقف. هنالك أشياء يشعرون إنها مؤلمة إلى حد يجعلهم عاجزين عن تحمل مسؤوليتها، لكن دعونا نفكر في هذا الأمر. إن شدة الحادث لا تغير الحقيقة الكامنة من خلفه. فلنقل إنك تعرضت للسلب. من الواضح إن اللائمة في تعرضك للسلب ليس واقع عليك أنت. لا يمكن أبدا أن يختار أي شخص المرور بهذه التجربة، لكن المسألة هنا تشبه مسألة الطفل الذي وجدته على عتبة بيتك، فأنت تجد نفسك على الفور مقحما في تحمل المسؤولية عن مسألة حياة أو موت. هل تقاوم من يريد سلبك؟ هل يصيبك الذعر؟ هل تتجمد في مكانك؟ هل تخبر الشرطة؟ هل تحاول نسيان الأمر وتظاهر إن شيئا لم يحدث؟ هذه كلها خيارات وردود أفعال أنت المسؤول عن اتخاذها أو عدم اتخاذها. أنت لم تختر أن تقع ضحية السلب، لكنك تظل مسؤولا عن إدارة النتائج الانفعالية والنفسية والقانونية أيضا. تلك التجربة استولت حركة طالبان على وادي سوات في سنة 2008، وذلك الوادي واقع في أقصى شمال شرق باكستان. وسرعان ما طبقوا هناك أجندتهم المتطرفة: لا تلفزيون، لا أفلام، ولا خروج للمرأة من بيتها إذا لم يرافقها محرم، ولا فتيات تذهبن إلى المدارس. وفي سنة 2009 بدأت فتاة باكستانية في 11 من عمرها اسمها مالالا يوسفزاي تتحدث على الملء ضد منع البنات من الذهاب إلى المدرسة، وظلت مصرة على الذهاب إلى مدرستها مخاطرة بحياتها وحياة أبيها. كانت أيضا تحضر اجتماعات تقام في المدن القريبة. كتبت مالالا على الإنترنت: كيف تجرؤ حركة طالبان على سلبي حقي في التعليم؟ وفي سنة 2012 أي عندما صار عمر مالالا 14 عاما أطلقت عليها النار في وجهها عندما كانت في الباص عائدة من المدرسة إلى بيتها في أحد الأيام. صعد مسلح من طالبان إلى ذلك الباص وسأل: أين هي مالالا؟ قولوا لي وإلا أطلقت النار على الجميع. نهضت مالالا معرفة نفسها، هذا اختيار مذهل في حد ذاته، فأطلق المسلح النار على رأسها أمام ركاب الباص جميعا. دخلت مالالا في حالة غيبوبة وكادت تموت، وقالت حركة طالبان على الملء إنها ستقتلها وستقتل أبيها إذا نجت من هذه المحاولة. لا تزال مالالا حية إلى اليوم، ولا تزال تتحدث علنا ضد العنف والقمع الواقعين على النساء في بعض البلاد الإسلامية، وكتبها
الآن من أكثر الكتب مبيعا. تلقت مالالة جائزة نوبل للسلام في سنة 2014، والظاهر أن إطلاق النار على وجهها أدى إلى جعل صوتها مسموعا أكثر مما ذي قبل، وإلى جعلها أكثر جراءة من ذي قبل. كان من السهل عليها أن تنطبح أرضا وتقول لا أستطيع فعل أي شيء، أو ليس لدي أي خيار. والمفارقة هنا إن ذلك لو قالته سيكون خيارها أيضا، إلا إنها اختارت العكس. منذ بضع سنين كتبت بعض الأفكار الواردة في هذا الفصل في مدونتي على الإنترنت، فترك لي أحد الرجال تعليقا قال الرجل إنني سطحي ضحل، وأضاف أيضا إنني لا أمتلك أي فهم حقيقي لمشكلات الحياة والمسؤولية البشر. قال إن ولده قتل في حادث سيارة واتهمني بإنني لا أعرف معنى الألم الحقيقي، ثم قال إنني وغد تافه لقولي إن عليه أن يكون مسؤولا عن الألم الذي أحس نتيجة وفاة ابنه. من الواضح أن هذا الرجل عانى ألما أشد بكثير مما قد يواجهه معظم الناس في حياتهم. لم يختر أن يموت ابنه، ولم تكن اللائمة في موته واقع عليه. لقد فرضت عليه فرضا مسؤولية تحمل هذه الخسارة، رغم أن من الواضح والمفهوم تماما إنها مسؤولية غير مرغوب فيها، لكنه يظل رغم ذلك كله مسؤولا عن انفعالاته وقناعاته وأفعاله. كانت كيفية استجابته لموت ابنه من اختياره هو. إن وقوع الألم بهذا الشكل أو ذاك أمر محتوم علينا جميعا، لكن علينا أن نختار ما يعنيه هذا الألم إلينا. وحتى عندما زعم ذلك الرجل إنه لم يكن لديه أي خيار في المسألة، وإنه لا يريد إلا أن يعود ابنه إليه، فقد كان يختار سبيلا من بين سبل كثيرة، في وسعه أن يختار واحدا منها للتعامل مع ألمه الكبير. من الطبيعي إنني لم أقل له أي شيء من هذا. لقد شغلني كثيرا الذعر الذي أصابني التفكير في أنني قد بلغت كثيرا، وفي أنني لا أمتلك أي فكرة عما أتحدث عنه. هذه واحدة من المخاطر التي أواجهها في هذا النوع من العمل، وهي مشكلة اخترتها بنفسي. لقد كنت مسؤولا عن التعامل مع هذه المشكلة. انتابتني إحساس فظيع أول الأمر، لكني بدأت أغضب بعد بضع دقائق. لم تكن لاعتراضاته علاقة حقيقية بما كتبته فعلا. هكذا قلت لنفسي، ثم ماذا؟ لا تعني حقيقة كوني ليس لدي طفل قتل في حادث سيارة إنني لم أعش ألما فظيعا في حياتي. وبعد ذلك طبقت على نفسي النصائح التي أقدمها هنا. لقد اخترت مشكلتي. كان من الممكن أن يصيبني الغضب تجاه ذلك الرجل، وأن أنغمس في مجادلة معه، وأن أحاول أن أتفوق على ألمه بألمي، لكن هذا كان من شأنه فقط أن يجعلنا نحن الاثنين أحمقين من غير إحساس. وكان يمكنني أيضا اختيار حل مشكلة أفضل من تلك، والعمل على ممارسة الصبر ومحاولة فهم قرائي فهما أفضل مع تذكر ذلك الرجل كلما كتبت عن الألم والمعاناة. هذا ما حاولت فعله. أجبت ببساطة قائلا له إن خسارته تحزنني، ثم تركت الأمر عند تلك النقطة. ما الذي يمكنك قوله غير هذا؟ وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وشاركوني في قسم التعليقات عجبتكم حلقة النهاردة ولا لأ. كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.